طبعا اول ما تشوفي الطبق الجميل ده والصينيه الخطيره دي هتفكريني جايباها من محل مشويات. ابدا، يلا بينا اقولك ازاي تعملي احلى والذ شيش طاووق في البيت باسهل طريقه. هاتي بصلايه وطماطمايه وفلفلايه وسيبي الباقي عليا. هننزل بيهم في الكبه مع نص كوبايه من الميه ونفرمهم فرم ناعم جدا. انا محتاجه السوائل بتاعتهم بس، فهنزل بيهم في مصفى وهبتدي اضغط بالاسباتيولا او بمعلقه لحد ما كل السوائل بتاعتي تنزل بسهوله بالشكل ده. في الوقت ده هضيف عليهم عصير ليمونتين كبار، معلقة كبيرة من الزيت، ونص كوباية حليب أو كوباية زبادي أو لبن رايب، أي حاجة شغالة مفيش مشكلة. معلقة من الخل، معلقة صغيرة ثوم مفروم، وكيس بهارات شيش طاووق من السوبر ماركت أو حتى من عند العطار، مع معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة كبيرة من دبس الرمان. صراحة بهارات الشيش دي كنت أول مرة أجربها، خطيرة، أنصحكم تجربوها. قلبت الخليط العظمة ده كده مع بعضه، وكان عندي هنا صدور فراخ غسلاها ومقطعاها مكعبات. حابة تنزلي بوراك براحتك، قولولي في الكومنتات انتوا بتفضلوا الشيش صدور ولا وراك. يا ريت لو تعملي التتبيلة دي من قبلها بيوم، هتتشرب منها وتبقى جميلة قوي. انا هنا تاني يوم طلعتها من التلاجة، جهزت عيدان الشيش طاووق كده اللي هسيخ عليها، وكمان قطعت الخضار الموجود عندك، وكمان ممكن تحطي الشيش في السياخ بدون خضار عادي خالص، لكن دي بتدي كده بصراحة شكل جمالي. فلفل احمر اصفر اخضر مع البصل كله كده مكعبات تقطيعة واحدة. وهبتدي ادخل قطع الفراخ بتاعتي، تعمليها 4 قطع او 5 ده حسب الرغبة بتاعتك. احلى ما في الشيش بصراحه حلوة جدا في العزومات، يعني لو عندك عدد كبير معزوم تقدري انك تتبليه من قبلها بيوم، وكمان تحطيه في السياخ بتاعته ويكون جاهز على الشوي على طول. فالموضوع بيكون لذيذ قوي، في كده اصناف معينة بتسهل علينا جدا في العزومات. ده كان شكله معايا بعد لما جهزته. حقيقي الخضار فارق جدا، الالوان برضو جميلة. عندي الشوايه بتاعتي بالكهرباء، انصح اللي عنده زيها يغلف الجزء اللي تحت كده بورق فويل زي ما انا وريتكم، وهديها فرشه زيت. طبعا التسويه براحتك، سواء صينيه في الفرن او جريل على البوتاجاز او شوايه زي بتاعتي براحتك خالص. كده كده الفراخ ما بتاخدش وقت في التسويه. حطيت الكميه بتاعتي، هي كانت هتاخدها على مره ونص كده، وبعد لما بتاخد وش شوايه بقلبها بكل سهوله. طبعا الجزء اللي تحت اللي غلفناه بورق الفويل كده بيخليه سهل في الغسيل، مش متعب، ما خدش معايا وقت خالص. جربي الشيش على طريقتي هيعجبك قوي. كمان التتبيله دي تقدري تعتمديها في صدور فراخ، في وراك، في اي حاجه. خرج معايا بالشكل ده. اديته رشه شبت وكزبره او بقدونس زي ما تحبي، وغلفته بفويل لحين وقت التقديم. يعني لو عندك عزومه اشوي الكميه كلها غلفيها بفويل وقدميها زي كده على رز بسمتي او مع مكرونه اللي تحبيه. هنا عملت سلطه بنجر وكابوتشا، بحب البنجر قوي قوي. وبصراحه كل سنه وانتم طيبين، ده كان فطار يوم عرفه، ففطار وقفه عرفه لازم كده نهتم بيهم. عملت لهم كمان عصير واحنا صايمين. كل سنه وانتم طيبين وكل حبايبكم بخير، مستنياكم تجربوا الوصفه.